بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ قبل ما نبتدي كده في الموضوع بتاعنا نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. الفيديو ده تكملة الفيديو اللي هو بتاع اختيار السلالة عشان نسبة تحويل اللحم، اللي المشكلة اللي هي بتقابل الناس المربين الصغيرين اللي هم لسه مبتدئين، معرفوش قد كده في موضوع الأرنب، ما عندهمش خبرة كافية. فاحنا ان شاء الله بإذن الله كل المشاكل اللي تعطل الأرنب عن تحويل اللحم هنتكلم فيها. الفيديو اللي فات اتكلمنا على اختيار السلالة، هي رقم واحد في تحويل اللحم، وبعد كده العلف والكلام ده، النظافة والتطهير بقى والحوارات دي كلها. في القصة دلوقتي احنا هنتكلم عن فيديو برضه فيه مشكلة، عن مشكلة تحويل اللحم، اللي انت ازاي تحل برضه مشكلة تحويل اللحم بعد الأرنب الكويس والعلف الكويس. مش عايزين نطول على الناس برضه في الكلام. اللهم صل على سيدنا محمد. قصة العين يا جماعة، العين كل ما العين تبقى واسعة على الأم والخلفة كل ما يبقى فيه نسبة تحويل عالية. يعني الموضوع العين اللي هي كانت 50 في 45 أو 50 في 50، العين دي متنفعش خالص يا جماعة، لأن الأمهات بيبقى معاها عدد. العين دي بتخلي الأمهات كلها والخلفة، الأم والخلفة متكبسين على بعض، ماشي في على طول اجهاد حراري عند الخلفة وعند الام، فبقوم الخلفة ما بتحولش والام تلاقيها مسلسلة، والحوارات دي كلها لازم نكون العين واسعة. يعني مثلا عندي العين، اللهم صل على النبي، صلوا كده على الرسول، العين اللهم صل على سيدنا محمد 85 سنتي في 50 سنتي، 85 سنتي في 50 سنتي، يعني القفص قسمه على عينين، اللي هو القفص 165 سنتي، 165 سنتي أنا قسمه على عينين من جوه اهو. نطر القفص دي برضو بيعتمد على تحويل اللحم. كل ما الأرنب تبقى العين واسعة عليه، حاطط هنا 3 علافات، في عين تلاقيها علفتين مثلا زي دي كده حسب التقسيمة، لما بتقسم في عين جاية مكانها ايه، مكان العلفتين، في عين جاية مكان الولادة وعلافة، بنحط في مكان الولادة علفتين، وفي المكان بتاع العلافة علافة. في دي بيعتمد على تحويل اللحم بنسبة عالية جدا، لأن الأرنب بياكل كله مع الأم زي ما انتم شايفين. الأرنب بيتحرك بيجري وهو صغير، بيدي معاه تحويل لحم، عكس ما تكون العين صغيرة يا جماعة. الناس اللي عندها عين صغيرة عارفة، بتشوف ما الأرنب ما بيتحركش من مكانه، الأرانب كلها نايمة فوق بعضها، لكن هنا الأرنب بيجري بيلعب، فبيحصل عنده اللي هو صغير بيتحرك بيحرق ماشي، وهو لسه صغير بيقوم ياكل، فلما بياكل بيحول، عكس ما يكون الارنب في التحويل اللحم الكبير اللي انت بتفطمه. لا، الارنب الفطام الكبير ما بيحتاجش مكان واسع عشان ما يحرقش، لكن الارنب زي دي كده بيرضع، عايز يلعب وعايز يجري، هتلاقيه نشيط معاك وبيحول معاك، والعين واسعه، الارنب بيفرد نفسه وبيكبر معاك على طول. انا مثلا العين اهي دي امهات لسه بكره صغيره، العين برضه حاطينها في عين واسعه عادي، مفيش اي مشكله. الام ده تشتغل هيبقى معاها عين كويسه تحول معاك تحويل. الناس اللي بتتكلم بيقولك لا ملهاش لازمه، لا ليها لازمه يا جماعه، ليها لازمه، بتفرق معاك في تحويل اللحم بطريقه كبيره جدا، الناس ما تاخدش بالها منها. والناس بتقولك احنا عايزين عدد امهات، لا ينفع، القصه مش قصه عدد، قصه والله ما قصه عدد، قصه اللي انت ممكن يكون معاك نص العدد اللي معاك بس مشغله كويس وشغال معاك وبيديك انتاج 100 110. ممكن يكون معاك العيون اللي هي الصغيرة ديت وعدد كبير، وفي تكبس في المكان، وفي نفس جامد، وفي زحمة في العيون، والأمات تعبانة، والخلفة بتطلع ضعيفة. دي مثلا كده عين اهي، دي العين القديمة يا جماعة اهي، دي قبل ما نقسم الايه القفص، ادي العين اهي اهي، يا دوب بص الأرنب واقف فيها، أصلا هو جايبها من أولها لآخرها. دي عيون الذكورة عندنا، ما بنغيرهاش، ما بنكبروش العين، بنخلوه العين اللي هي 50 في 50 عادي. اوريكم مثلا خلفة كبيرة مع الامهات، ثواني كده خليكم معايا يا جماعة. دي كده خلفة، دي العين الكبيرة برضو، عين كبيرة بسم الله ما شاء الله، خلفة تاكل وتشرب ماشي، الام بيبقى معاها عدد، بيبقوا مستريحين ومية مية، مفيش اي مشكلة. دي مثلا ام اهي والدة، الام بسم الله ما شاء الله
لسه عيالها في السنو ما طلعوش، بسم الله ما شاء الله. الأم اهي فاردة نفسها ومية مية والعين واسعة. ادي الأم يا جماعة. الناس اللي بتتكلم بيقولك العين الواسعة مش العين الواسعة، بصوا يا جماعة دي خلفة يا جماعة، الله أكبر، خلفة كبيرة مش صغيرة. الأم معاها بسم الله ما شاء الله عدد الله أكبر. احنا مش عايزين نتكلم في موضوع الأعداد، لأن أقرب الناس لينا انتوا الناس اللي بتتفرج علينا، الناس اللي بعيدة، ناس محترمة وعلى راسنا من فوق. لكن أنا بنعاني من الناس اللي هي قريبة مني، الناس اللي هي أقرب الناس ليا بيبصولي في الحاجة متعرفش، بيحسسوني إن الأرنب بيولد أرانب دهب، ما بيولدش أرانب فيها روح ودم وممكن تموت في أي وقت. لا يتكلموا كلام انا مش عايز اتكلم يعني، لان انا اللي بعاني بالموضوع ده وانا اللي بشوفه قدامي وانا اللي بسمعه. في ناس هتقول لك يا عم حسد ومش حسد، لا يا جماعه الحسد فيه حسد، الحسد مذكور في القران، واقرب الناس ليك هم اللي بيحسدوك، مش حكايه كده. فاحنا والله انا بعمل في دي بفيد بيها الناس ماشي، وفي نفس الوقت بعرض شغلي. يعني مش هنقول لك مثلا انا راجل لا، انا بعرض الشغل عشان ربنا يرزقني منه، وفي نفس الوقت بدي معلومة للناس. بس الناس اللي هي قريبة مني مش سايبيني، الناس بيفكرون ان احنا بنكسب، الله اكبر يعني. الله اكبر، اي حاجه فيها مكسب وفيها خساره يا جماعه، واي حاجه موضوع الارنب زيه زي اي مشروع بتعمله في مكسب ليك بياكلك عيش. بس القصه مش اللي هو مثلا هيغنيك ويسكنك في قصور وفلل والكلام ده، لا، ارنب بيتعمل مشروع تاكل منه عيش انت وعيالك. لكن الناس باصين بقى وحساك بيقولك طول عمرهم هم واخدين فكره عن الارنب، الارنبه بتولد كل 30 يوم. مفيش الكلام ده، الارنب دورتها زي دورة اي حاجه، كل 40 يوم شغاله، وممكن تطلع فاضيه منك حسب سوء التغذيه، حسب الاهمال منك بس. لكن الناس مش سايبه حد في حالها دي يا جماعه. طبعا العين واسعه زي ما احنا شايفين، الام راكده في جنب خالص اهيت لوحدها، الخلفه بقيت العين واسعه اهي، خلفه بتشرب بتاكل في مكان يا جماعه، في مكان الارنب بيلعب فيه. الناس اللي بيقول لك يا عم انت بقى عايز لك مكان واسع ومش مكان، يا عم رب على جدك، رب على جدك. كل ما بتربي عايز، احنا ساعات، انا ساعات بسيب الخلفه دي، الناس هتقول لك انت بتحور، والله ما بحور، انا بسيب الخلفه دي وباخد لحم من عند الام. هتقول ازاي يا عم الام دي مش بتولد؟ الام دي بتولد، بحط لها الولاده وبتولد وبرضعها رضاعه حبيسه، والخلفه دي معاها بره بتكمل لغايه يوم ما انا نيجي نفتح الصندوق للخلفه. يعني مثلا نفتح الصندوق للخلفه على عمر 15 يوم 17 يوم، بفتح الصندوق بشيل دوت مثلا كده اطلعهم لحم ببيعه، ماشي. ممكن افتح كمان لو في حاجه صغيره ولا حاجه بسيبها واخد الكبير ابيعه وافتح الخلفه على الصغير عادي اللي مع الام، مفيش اي مشكله. الناس تقولك انت بتحاول، والله بعملها مفيش اي مشكله خالص، لما اكون الامهات والده عندي بعملها. يا جماعه بصوا الام راك ديت بسم الله ما شاء الله، مكان واسع يا جماعه، مكان واسع، العين واسعه برضه بتفرق معاه، مش شرط اهي خلفه ملمومه حوالين الام، وادي بقيه العين فاضيه. يعني بقيه العين بص، العين قدام فاضيه معاك. هي قصة تحويل، قصة ليه نسيب عين واسعة عشان أحول. الأرنب بيحول معايا، الأرنب بيتنطط معايا، الأرنب بيلعب، ما فيه الأرنب بيفرد. الأرنب يا جماعة العين الصغيرة لو أنت عملتها، العين الصغيرة يا جماعة أهي، بص عند إيه ده، عند آخر الأم أهي، فين؟ ده يا رب، ده أهي. يعني مثلا دي كده عين أهي، الشوية اللي عندك ده، يعني مثلا أم راكدة من هنا اهوت، آخر الفصل هنا آخر العين أهي، العين أهي هتبقى هنا كده. شوف انت بقى، خد بالك انت بقى كده اهي، لا كده بالظبط اهي. في لما الخلفة دي لسه صغيرة خالص، طب الخلفة دي لما تكبر شوية تتنطط بقى وتفرد نفسها على عمر ال30 يوم، هتلاقي الخلفة دي ملت العين والأم ولا عارفة تتحرك ولا خلفة عارفة تتحرك. وأنا بفيدكوا برضو بمعلومات زي دي كده عشان مشكلة تحويل اللحم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.